اكيد سمعت عن الريلمي 14 برو بلس، بس يا ترى سمعت عن الريلمي 14 برو الاخ الصغير؟ تعال اقول لك انت هتوفر شوية فلوس وتشتري البرو وما تشتريش البلس. اللايك الجميل وكمل الفيديو علشان تعرف الفروق بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد بموبايل جديد. هنتكلم النهاردة عن الريلمي 14 برو، وده يعتبر الأخ الأصغر لل 14 برو بلس. أول حاجة كده، أنت لو شفت الجهازين مش هتعرف تفرق ما بينهم، لأن ريلمي حافظت على التصميم، والتصميم اللي أنت واخده في الريلمي 14 برو هو نفس التصميم اللي موجود في ال 14 بلس. نفس الشاشة الإيدج والظهر اللي بغير لون، ونفس جودة الشاشة وكل حاجة. والجهاز جاي بأقوى 3 شهادات مقاومة للمية والغبار، الاي بي 66 والاي بي 68 والاي بي 69، اللي هيدي لك اقصى درجات حمايه للصدمات وللميه وللغبار. ريلمي حافظت على نفس التصميم الجميل بتاعها اللي بتتميز بيه، والظهر اللي بغير لونه في درجات الحراره المنخفضه، وحتى التاتش الجميل بتاع ريلمي في تغيير الالوان في درجات الحراره القليله محافظه عليه وموجود في البرو. الموبايل وزنه خفيف 182 جرام، وسمكه في نفس الوقت قليل، وجاي لك مع الشاشه الكيرف بسمك 7.6 مللي. وطبعا وزن الجهاز الخفيف مع السمك القليل هتقدر تمسكه بايد واحده، وهيكون مريح معاك للاستخدام اليومي. والشاشه دي تعتبر من نقط القوه المميزه اللي في الجهاز، لان هي جايه اوليد بمليار لون بمقاس 6.7 انش بجوده فول اتش دي بلس، وبتدعم بي دبليو ام 3840 هرتز مع 120 هرتز، ونسبه سطوع بتوصل لحد 4500 نتس. وكل ده مع جودة الشاشة هيدي لك تجربة استخدام ممتعة وتشبع ألوان جامد جدا. أما بالنسبة للبصمة فهي جاية تحت الشاشة وتعتبر سريعة ونسبة استجابتها عالية. وعلشان تكمل التجربة المميزة، الموبايل جاي بستيريو سبيكر صوته عالي ونقي ومميز. وطبعا الاستخدامات دي محتاجة بطارية قوية، علشان كده الموبايل جاي ببطارية 6000 ملي أمبير، هيستحمل معاك 10 ساعات ألعاب متواصلة وفيديوهات بتوصل لحد 21 ساعة. ولو البطارية خلصت منك معاك شاحن سريع 45 واط هيقدر يشحن لك 50% في 35 دقيقة بس. أما بالنسبة لمعالج الموبايل، معالج أداؤه مرضي جدا، دايمنستي 7300 انرجي 5G، اللي بيحقق 750 ألف نقطة على منصة الأداء أنتوتو. ويعتبر البروسيسور ده هيدي لك تجربة للألعاب مميزة وسهلة وسلسة. وأداء المعالج مع واجهة ريلمي بيكمل سلاسة تجربة الاستخدام. وعندك في لعبة زي بابجي هيشتغل معاك على 60 فريم. ولاحظت على الاستخدام لفترة طويلة ان الموبايل ما سخنش مني، وده طبعا عشان التقنية الجديدة اللي عاملاها ريلمي، وهي الفي سي كولينج، اللي بتوزع التبريد على كل اجزاء الجهاز علشان ما تحسش بالحرارة في حتة معينة، وهتديك طبعا اداء مستقر على المدى البعيد. نيجي بقى لتجربة الكاميرات. لو هنتكلم عن تصميم الكاميرات هنلاقي ان ريلمي جايبة تصميم مميز بتنفرد بيه للكاميرات بتاعتها. كاميرا مستديرة مع بروز قليل، والكاميرا كمان جاية بإطار معدني شكله شيك هيديك فخامة للجهاز، خلاف ان عندك ميزة الفلاش الثلاثي اللي هتقدر تتحكم فيه وفي قوته، وتقدر كمان تتحكم في درجات الألوان بتاعته على حسب إضاءة المكان اللي انت بتصور فيه. أما بالنسبة للأداء الداخلي للكاميرات، عندك كاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8، واللي بيميز الكاميرا مستشعر السوني الاي ام اكس 882، ومع فتحة العدسة اللي هتقدر تجمع لك ضوء كتير، ومستشعر سوني هتقدر تصور بيها حتى مع أقل ظروف الإضاءة. وعندك كاميرا تانية 2 ميجا بكسل هتساعدك في أبعاد العزل. وعايز اقول لك ان تجربة التصوير تعتبر مميزة جدا، لان في الفئة السعرية دي نادرا لما هتاخد جودة صور مميزة. ده غير طبعا الذكاء الاصطناعي اللي جاي في الموبايل، هتقدر ان انت تلعب في اي صورة، ولو في اي شكل او صورة مش عاجباك هيقدر ان هو يحسن لك جودتها، ولو في حاجة في اي صورة مش عاجباك عايز تشيلها هيقدر يتعامل معاها بشكل احترافي. وخليني اقول لك ان الموبايل ده يعتبر مميز جدا في تجربة التصوير الليلي. ومجملا خليني اقول لك ان تجربة التصوير تعتبر مميزة جدا وما فيهاش اي مشاكل. وتقدر تضيف ان المعالج كان ليه دور جدا في معالجة الصور بالنتائج اللي بتطلع بيها. وبالنسبة لتصوير الفيديو، من الحاجات اللي بتميز الموبايل ان هو بيصور 4K على 30 فريم في الكاميرا الخلفية، والامامية بتصور على فول اتش دي بلس. كنت اتمنى ان الكاميرا الامامية تبقى 4K زي الكاميرا الخلفية، لان دي تعتبر بقت حاجة عادية، فاتمنى ان هي تبقى تتضاف بعد كده. وكنت اتمنى يكون في الموبايل عدسة الترا وايد، بس ده طبعا هيخليك محتاج ان انت تروح للبلس. وطبعا الموبايل بيجي باندرويد 15 من العلبة،
وشركة ريلمي تعتبر من الشركات المميزة في التحديثات بتاعتها. ولو هتيجي الرأي اشتري العادي ولا البلس، اقدر اقول لك ان اللي بيميز البلس في ناس كتير بتحب تاخد اعلى اصدار لمجرد ان هو فيه كل حاجة، لكن في ناس تانية بتفكر بتقولك ان الفرق ده يا ترى انا هستفيد بيه ولا لا، وفرق الفلوس ده هيقدر يوفر لي حاجة استمتع بيها. فلو انت راجل بتفكر اقتصاديا وشايف المواصفات دي بالنسبة لك كفاية، الموبايل ده هيعتبر مثالي في الفئة السعرية بتاعته. الموبايل هيتوفر بنسخة 12 جيجا رام 256، وعندك ميزة هتقدر تستخدمها من خلال الموبايل ان انت تعلي الرام بتاعت الموبايل لحد 14 جيجا رام زيادة من خلال الجهاز. والموبايل بيجي بسعر 20999، ولو اشتريته دلوقتي هتاخد معاه سماعة هدية قيمتها ب 1600 جنيه، هي الريلمي تي 110. وبس كده. قول لي بقى، انت من الناس اللي بتفكر تشتري دايما الموبايل بتاعها وتاخد النسخة الأعلى البلس، ولا من الناس اللي ممكن تبقى شايفة النسخة البرو هي النسخة المثالية بالنسبة لها؟ بشكركم وبتمنى اكون ما طولتش عليكم. كان معاكم احمد قويدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.